بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد من مطبخ سارة. وش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا لاباس. طليت عليكم اليوم بوصفة جديدة اللي هي الطمينة الجزائرية، طبعا معروفة التقليدية، يعني عسل وزبدة وسميد، يعني بعض الإضافات هكذا خفيفة فقط باش تزيدي لها بنة فقط. وما يعني الطريقة تاعها البنات طريقة سهلة بسيطة، يعني بدون أي تعقيدات وكامل. ما تنسوش البنات تضغطوا لي على زر اللايك باش يطلع الفيديو وينتشر على نطاق واسع ويشوفوه أكبر عدد من المشاهدين فضلا وليس أمرا. وشاركوا الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم لتعم الفائدة. نجيو لهنا البنات لطريقة التحضير. نجي لهنا البنات، انا ديجا بديت نحمص في السميد تاعي ولا نقليه كيما حنا نقولوا نقليه. درت كميه من السميد، انا عندي هذه المقلاة كبيره كما تعرفوها، نحب نحمص فيها. اللي ما عندهاش عندك طاجين حمصي في الطاجين، حمصي في مقلاة واحده اخرى كيما تحبي. طبعا طريقه التحماص يعني ضروري ما تحرقيهش خلاص البنات، يعني تقعدي دايره النار قليله وتقعدي تحمصي. هذه اطول يعني في فتره في تحضير الطمينه، هذه هي تاع كي تعودي تحمصي في السميد. ونوعيه السميد هنا راهي تلعب دور كبير كبير كبير. الا كنتي يعني درتي السميد هذاك الخشين بزاف من بعد ما تجيكش مليحه، صراحه انا ما نحبهاش بالسميد بالتشيشه الخشينه كما حنا نقولوا. انا نحبها بالتشيشه المتوسطه اللي شوي رقيقه البنات، متوسطه شوي رقيقه، فهمتوني؟ هذيك يعني اللي نديروا بها المقروط تاع الفوره، ماهوش مقروط المقله، يكون السميد هذاك شويه رقيق. شوفوا البنات يعني نوعية السميد تلعب دور، من بعدك تعودي تاكلي ما تجيكش في فمك. حمصتها، شوفوا اللون كيفاش جاتني ذهبية، يعني ذهبي فاتح. ما تحرقوهاش باش هكذا من بعد تعطيكم يعني لون مليح وطعم مليح. بعد يعني ما تحمصي السميد هذاك خليه يبرد تماما، لازم يبرد خلاص. جيت لهنا نحضر الخليط تاع الزبدة ولا العسل. هنا عندي كاس زبدة وكاس عسل. انا الزبدة هنا كنت مذوبتها البنات، ذوبتها تماي دافية، فهمتوني؟ الا كانت الزبدة تاعكم قطع حطيها في الطاوة تذوب، ما تخليهاش تغلي، لازم غير تذوب برك هك تحركي فيها وهي يذوب باش هكذا ما تغليلكش. كيلي كاس وخلطيها مع العسل. كي تخلطيها مع العسل يعني العسل ما كان له تسخنيه، يعني راح يذوب في هذيك الزبدة اللي تكون دافية. ومن بعد نخلطوها البنات، زدت لهم رشة ملح وزدت لهم ملعقة تاع هذو إضافات الملح، يعني ضروري تضيفيه. الملعقة تاع حلوة الترك أو الشامية هذيك، يعني عادي تقدري تستغني عليها. ضربتهم شوية بالضرب الكهربائي، وماهوش ضروري ضربيهم بالضرب الكهربائي، ضربيهم بالضرب اليدوي عادي، يعني خفقيهم مليح، اخفقيهم حتى تحسي الخليط تاعك ولا ثقيل. وزدت هنايا رشه تاع قرفه. ومن بعد بديت نضيف في السميده تاعي، يعني خلطي مليح الزبده والعسل، خلطوهم البنات يا اما بالضرب اليدوي يا اما بالبراميكسور. من بعد جبت السميده تاعي، درت الكاس الاول نفس الكاس اللي كيلنا به العسل ولا الزبده نكيلو به السميد. درت الكاس الاول تاع السميد خلطته. هنا راني مسرعه الفيديو برك البنات، راني ضربت ربع ساعه وانا نخلط. خلطي يعني خلطي الكاس الاول خلطيه مليح حتى تحسيه شغل ذاب في هذوك الوسمو، فهمتي؟ في العسل ولا الزبده. ومن بعد زيدي ديري الكاس الثاني، زيدي خلطيه مليح، يعني خلطي مليح ما تشحيش حتى خلاط. من بعد زدت البنات هنا 3، هذه الاضافه اللي راح تخليها من بعد تجيك ما تجيكش تتقرمش في الفم، تجيك يعني طريه هكذا في فمك، اللي هي 3 ملاعق حليب. يعني يزيدوها لها البنات، يعني هي في الوصفة الأصلية ما فيهاش الحليب، ما فيها الحليب، ما فيها حلوة الترك، لكن يعني ضيفيهم وتشوفي الطعم يعني اللي تحصلي عليه والمذاق تاعها كيفاش يجيك. خلطي مليح، يعني كملي خلطي، نغطيها ونخليها جانبا يعني تريح شوية. على بالي راني نهدر بزاف البنات باش يعني تتفهموا مليح وتصلح لكم وتجيكم يعني ناجحة.
شوفوا شتوك لا خرجت ما خرجت لا زبده ما والو، ما طلعت هذيك الزبده تاعها من الفوق ما والو. خليتها انا هنا حوالي 20 دقيقه ولا نص ساعه هكذاك، وجيت لهنا راح نقدمها في الصحن. عاودي حركيها مليح، عاودي خلطيها مليح يعني بعد ما تنحي لها المغط، ومن بعد فرغيها في الصحن تاعك. شوفوا البنات بهذه الطريقه يعني كي تخلطيها مليح رايحه نضمن لك يعني النتيجه مستحيل تخرج لك ليدام تاعها، ومستحيل تنشف معاك، يعني حتقعد طريه اطول مده وماهيش حتخرج هذيك الزبده تاعها من الفوق. مرات يعني ناكلها أنا يعني عند الناس البنات هكذا دايره طبقه تاع ليدام من الفوق، انا نشوفها هكذاك انا قلبي يهرب منها صراحه، ما نحس هاك شغل حتغم لي قلبي ولا. لكن بهذه الطريقه مستحيل حتخرج لك ليدام تاعها، وجربوها ورجعوا لي رايكم في التعليقات. فرغتها انا البنات في زوج اطباق، شوفوا درت كاس صغير باك ودار لي يعني ما شاء الله زوج طباسه. سقمتها هكذا في الصحون، يعني ديريها طبقه ما تكونش خشينه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. نجيو من بعد المرحله التزيين اللي نحبها انا ونموت عليها. حركي هكذا الصحن يعني باش تجيك السطح تاعها يعني مستوي. جبت انا هذا البوش هنا البنات تاع العلبه تاع ديك الحبيبات هذوك تاع انتي اي بوشون جيبيه يعني مش مشكل. غطستو في الزيت قبل وبعد درتو في القرفه وندير به الاشكال هذه. طبعا التزيين عندها تزيينات يعني لا منتهيه، زيني كيما حبيتي. كاين اللي حتى يحط عليها غير هكذا باك حبات مكسرات وخلاص، كل واحد كيفاش يزين. انا حبيت نزين بهذه الطريقه. كاين ثاني هذوك الرشمات اللي راهم يتباعوا تاع المولد النبوي وهذه طمينة طبعا بمناسبة المولد النبوي الشريف. حبيت نطلع عليكم يعني بها باش يعني تحضروها وتستفادوا من الوصفة. حنا في الشرق الجزائري البنات ما نديروش هذه، يعني في ولايتي بالذات ما نديروش هذه الطمينه، يعني ولينا نديروها لهنا لهنا يعني في النفاس هكذا ولا. لكن يعني في الاصل والاصل ما نديروش هذه الطمينه. احنا عندنا الرفيس اللي يجيب الغرس ولا الشيشه ولا الزبده، هذاك هو يعني احنا معروفين به. لكن انا نحب نجرب صراحه انا نديرهم كامل، الطمينات تاع الجزائر كامل نحب نديرهم، يعني نجرب هكذا نشوف بلادي وش فيها يعني كل ولايه يعني بواش راهي وهذه الطمينه راهي جزائريه بامتياز. كملت التزيين تاع الصحن هذا الاول، نزيد حبات لوز هكذا وشويه هذيك الحبيبات تاع الحلاوه هذيك البيضه البنات، ودرت في الوسط ثاني فيرميسيل هكذا ملونه ومعها حلوة الترك، يعني زيني كيما تحبي. والطبق الاخر ثاني زينته بطريقه واحده اخرى، ثاني درت هكذا دوائر بالبوشون، جبت بوشون كثر من هذاك الاول ودرت به، ومن بعد زينت بحبات لوز وحبات هكذا تاع اسمو تاع الحلاوه هذيك، ودرت على الحافه تاع الصحن درت رشيت حلوة الترك. رجعت للصحن الاول ثاني قلت نزيد نرش عليها على الحافه تاع الصحن تاعو شويه كاوكاو مرحي. وهنا هذيك الاخرى درت لها ثاني حبيبات شوكولا هذوك ثاني زينت بهم في الوسط، يعني تزيينات بسيطه غير مكلفه وباهيه. يقول لك العين تاكل قبل الفم، باش كي يشوفوها هكذا يعني تعجبهم وياكلوها. والطعم تاعها رائع 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 يا البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتخليوا لي رايكم في التعليقات. دوك لهنا نجينا نذوق معاكم يعني هنايا. شوفوا البنات يعني طريه ما يبستش كامل وما خرجتش كامل الزبده تاعها هذيك، يعني وصفه ما ناجحه 100%.
شوفوا البنات يعني كي نضغط عليها بالملعقة كيفاه طرية، كي تلوحيها في فمك يعني روعة، ما يجيكش داك السميد هكذا يطرطق في فمك، يجي طري، تجي خفيفة، تجي روعة. شوف كيفاه طرية البنات، يعني ما شاء الله. والصحن الاخر البنات خبيته الغدوة صباح باش نوريلكم يعني كيفاه تقعد طرية وما تخرجش الزبدة تاعها، يعني يقعد الغدوة صباح. هذه درتها كيما اليوم، كليناها هذا الصحن، والصحن الاخر خبيته الغدوة. شوفوا البنات هذه غدوة من ذاك، يعني الصباح كي نصت ديجا لقيت بني كلا منها بصحته. شوفوا البنات الوجه تاعها يعني فقط، يعني شوفوا الوجه تاعها ولا قطرة زبدة ولا، يعني قعدت ناشفة، ما خرجت لا زبدة تاعها لا ليدام لا والو. وشوفوا لي الطراوة، يعني قد ما راح تقعد لكم راح تقعد بهذا القوام، ماهيش راح تنشف كامل. عطيت لكم الأسرار تاوعها والنصائح، يعني تبعوهم رايحين تنجحوا فيها وتخرج لكم بهذه النتيجة إن شاء الله. وكامل اللي راح يذوقها عندكم راح يسقسيكم على الوصفة ويقولكم كيف درتوها. ولحقنا نهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقولكم في أمان الله وحفظه. سلام.